اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى صحب محمد. أحبائي ما يحتاج أحبائي، بس أنا حبيت بس أجي أسلم عليكم. أشكركم. خلوا دائما هتافاتكم، نداءاتكم، حناجركم موجهة من أجل الوطن ومن أجل إثبات حبكم لوطنكم الذي أثبتموه في كل موقع. أنا شخصيا لا أحب أن أنادى بشكل شخصي في هذا التجمع الكريم، فاجعلوا نداءاتكم نداءات وطنية باستمرار. هذا الوطن منبيعه، بحر سنة وشيعة. 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 هذا الوطن منبيعه. أحب دائما أن تستحضروا هذه الروح الوطنية في كل لحظة تجتمعون هنا. إذا كنت بوصي بوصية في هذه يعني الكلمات البسيطة، ضربتون مثال رائع بسلميتكم. أوصيكم مهما كانت الظروف اليوم وغدا وبعد غد، مهما كانت الظروف ابقوا على هذه السلمية، سيتعاطف معكم العالم. سلمية 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 سلمية. نفديك يا بحرين، بالروح بالدم نفديك يا بحرين، بالروح بالدم نفديك يا بحرين. تمر تامرني أزل وأنا لا أزل. أنا ما صار لي مدة. أحبائي، بالنسبة إلى موضوع الشهيدين فقد قدم على الله سبحانه وتعالى في حركة سلمية. قتلوا ظلما، وفدوا على الكريم من أجل مصلحة هذا الوطن، من أجل أن ينعم أهل هذا الوطن جميعهم اليوم وغدا بحياة أفضل، فرحمة الله عليهم. ونسأل الله أن يكون لهذه الدماء الطاهرة التي سفكت أن نجد ثمارها خير لكل أهل البحرين، لأن الشباب وهذه الشباب والشابات التي أشاهدهم لا ينظرون إلى مصلحة طرف دون طرف، وإنما يعبرون عن رأيهم بهذه الطريقة السلمية من أجل أن ينعم البحرين، كل أهل البحرين، بمزيد من الخير والتقدم والكرامة والمحبة، برحمة الله عليهم. نسأل الله أن لا تتصرف السلطة بعنجهية كما تصرفت في اليوم الأول، وأن تفتح الباب أمام شعبها من أجل التعبير عن إرادته ورغبته بطريقة سلمية. هناك أناس آخرون يعبرون عن إرادتهم في مكان آخر، نحن لا اعتراض لدينا عليها. أيضا نطالب من الحكومة أن لا تعترض على تعبيرنا السلمي عن مطالبنا وعن آرائنا، ونحن نحافظ على هذه السلمية. هكذا يعبر كل، وهكذا تكون حقيقة اسمحوا لي لأخوكم الصغير ووالدكم، اسمحوا لي لأخوكم الصغير يسلم عليكم ويستودعكم الله إن شاء الله.
حفظكم الله دائما وابدا ايها الاحبه، وادامكم الله للبحرين وادام البحرين لكم ان شاء الله، فينعم فيها الجميع بالامن والاستقرار والمحبه.